بدون لا مقدمه ولا اي شيء. اذا انت جوا عمرك 18 سنه اتمنى تطلع من الفيديو، ولا اقول لك لا ابقى بلكي تتعلم لك شغله وحتى ما تصير مثل ذول اللي راح نعرضهم فد شويه. اللي صار لي راس السنه ممكن يصير وياك انت ويا واحد من اهلك. راح تقول لي شنو؟ انا ما طلع اهلي بهيك ايام. راح اقول لك حبيبي ما دام تسترت على هذا الموضوع، والموضوع راح يطلع مرور الكرام، راح يطلع يعبر، قبل الاسوء يعني بالايام الجايه. شنو هذا المنظر الزباله اللي شفناه بليله راس السنه؟ مو شيء جديد، هذا دا يتكرر كل سنه، وكل سنه اسوء واسوء من قبلها. بس اللي صار هاي السنه يعني يتخطى الحدود هواي وانتشر كلش، فالناس عرفت بهذا الموضوع. ولا هو كل سنه نفس الشيء دا يتكرر بنفس المواضيع، وسببها لان ماكو عقاب واضح، ماكو حكومه دا تلزم هذول الناس، وماكو الشعب دا يوقفهم. يعني اتذكر قبل 2016 17 لزموا واحد اعرفه كسره وخشمه، فلش وجهه تفلش. يا بس السبب شنو؟ كان يبصبص على النسوان. هسه حاليا تحرش 27 شخص، اكثر من 27. يعني هم صح تشوفهم كوما، صح تشوف العدد هائل، بس هذولاك متفرجين، واللي هم اسوأ من المتحرشين نفسهم، لان هذول دا يغطون عليهم وما دا يخلون البنيه اصلا تطلع من يمهم، ما دا يخلوها تفلت. تقدر تقول اكثر من 27 شخص تحرشوا بنت طفله. يعني ما ادري شلون افهمكم شنو مفهوم الطفله. طفله ما تعبر 13 سنه. وهذا اللي صار بكورنيش البصره، ما مقتصر على البصره فقط، يعني موجود بكل انحاء العالم، بس مو بهالوحشيه، مو بهالقذاره، مو بهالوساخه. يعني والله العظيم كل ما اشوف الفيديو اتكسر من جوه. حرفيا هاي المجموعه كلها ما بيها غير 2 شريفين من الولد، واحد قاعد يعني واحد بس اللي شايلها دي يطببها بالسياره، وواحد دي يفتح الباب. غيرهم دول كلهم زباله الزبايل، ناس يعني ما تقدر تقارنهم بالحشرات. حرق تلزمهم كلهم، تحطهم بمحرقه واحده تسويهم تراب. غير هيك ماكو نظافه، ما تطلع نظافه من عندهم بعد. وهسه انت حتقول لي ها هم الجنوب معيديه وما اعرف ايش. تمام اخويا، راح نشوفك بغداد عاصمه الثقافه مالتنا، بس ركز لي على هاي. سائح عنده 344 ألف مشترك، اجي دا ينقل الصورة عن العراق. Good. I think that's Haram, Love sir. you. Beautiful. You know. Hello. Love you. My friend. تاج على راسك تمام؟ I don't know what. تمام لا Monster Energy. العراق تاج على راسك. Drinks person. What? Yeah. He grabbed your arm? Hey, Thank you, bro. Holy this guy just hanging on me. All right, hold on. You gotta chill out. Starting to feel like a really bad idea to come back here. Some guy just grabbed Katie's butt. ما ادري اذا احتاج اترجم لكم او لا. هنا يقول somebody grabs Katie's butt. روح ترجمها اكتبها حرف بالمختصر اتحرش بيها يعني. وهي هاي الصورة اللي دا ينقلها شبابنا يعني للعالم. يعني هذول السياح المفروض تخليهم بين قوسين وتمشيهم، يعني هم هذول اللي راح يقوون السياحة عندك. انت تجي لا، هذول تذللهم الذلل. وبعدك فيديو خاص بالسياح واحد اسوي لكم اياه بعدين. حاليا نكمل موضوعنا. اشكر من كل قلبي اشكر هذا والله اصيل ابن اصيل حرفيا من كل قلبي اشكرك. وما اعرف كان صار بيهم بعد لو باقين بدون يعني حمايه. والله قام يمنع الناس من عندهم، يعني عدت على خير. هي ما عدت على خير، هم تحرشوا بيهم. هسه نجي للنقطه الثانيه بالفيديو. وين الحكومه عن هاي النماذج؟ وين الحكومه عنهم؟ ايش سوت؟ راح تقول لي ايه سجنت 17 واحد، العيداني سجن 17 واحد. يعني هل انت بكامل قواك العقليه تشوف انه هذا الفعل راح يوقفهم السنة الجاية؟ يعني ما راح نشوف هذا الموضوع النوب. بقانون العقوبات العامة مادة 396 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل من يقوم بالتحرش بغير رضع، ومدة لا تزيد عن 10 سنوات إذا كانت الضحية قاصر أو أقل من 18 سنة. وهاي البنية شفناها بالبداية مو بس قاصر، البنية طفلة، مو جو 18. البنية تقريبا ما وصلت 13 سنة، بنية طفلة. اوكي، سوت الحكومة؟ راح تقول لي اعتقلت 17 واحد. منو ذوله 17؟ منو؟ يعني ما عرفناهم، ما شفنا اشكالهم. منو ذوله؟ ايش حكمت بيهم؟ شنو الحكومة اللي انطتها بيهم؟ احنا بس شفنا اعتقال 17 واحد. يعني ايش مدري ما طلعوهم ثاني يوم؟ لو هي بس تسكت الناس وها هي. يعني من وجهة نظري هذول اللي مسكوا ذاك اليوم المفروض اقل ما يتسوى بيهم ينفضحون، يعني ينشرون على العالم كامل. لأن هاي القضية مو قضية تحرش عادية، هاي القضية قضية رأي عام. بعد ما انتشرت بهذا الانتشار الواسع بالكوكب، يعني مو بس بالعراق، يعني بالعالم كله صارت. بعد ما انتشرت هذا الانتشار صارت رأي عام. لازم تطلع الحكم مالتك، تطلع الناس المجنية، وتسوي إجراء يعني معقول، واحد يفهمه، واحد يتقبلك
كبشر. يعني مجرد انه اعتقلت 17 واحد هذا الشيء ما يخليك بطل قومي. انت ما بينت شنو عقوبتهم، انت ما بينت اشكالهم حتى. وهذا الشيء من وجهة نظري حتى لو ما كانت الحادثة مصورة، حتى لو لزمت واحد بالتحرش المفروض تشهره وتفضحه على مود تقلل، يعني ما راح اقول لك راح تنعدم، هي بالعالم كله موجودة، بس على الاقل تقلل الناس شوية تخاف. لان الناس اللي ما حكمتهم تربيتهم ولا دين ولا اي شيء، ما يحكمهم غير الخوف. واذا ما تقدرون تسجنوهم عندي كم حل مؤقت يعني ممكن يساعدنا بهاي الظروف اذا تعرضت لهذا الشيء او شفت قبالك. الحل الاول هوملاندر. هوملاندر رجال قوش رجال، وتقدر بهوملاندر حل منطقي كلش لهاي الهمجية الحل الثاني قمع بالسلاح، تصليهم، ترميهم، تقتلهم، تحرقهم. وثالث حل اللي انصح به البنات كلش انه تشيل وياها صاع كهربائي وين ما تروح، بالاماكن العامة اللي المفروض محمية بقوات امنية، وين ما تروح تشيل وياها صاع كهربائي، تشتريه من اي مكان وتخليه وياها، لان البيئة اللي انت بيها ما راح تاخذ حقك، ما راح تقدر تسوي لك شيء، فانت دافع عن نفسك. مثل ما شفنا بالبصرة مسوين اتحاد مال تايكواندو يا اخوان، تايكواندو ما ادري شو اسمه مسوي التدريب مجاني. يعني اوكي البنية تقدر على واحد، اذا كلش قوية كلش تقدر على اثنين، هذولا 100-200 هذولا من يقدر عليهم يا عمي؟ لو هوملاندر ما يقدر لهم، شلون تقدر عليهم البنية يوم لو 100 التدريب؟ فتشيل وياها صاع كهربائي. هذول الناس جبانة كلش، مجرد ما تسمعيهم الصوت، مو بس تنتليهم، مجرد ما تسمعيهم الصوت كلهم راح تفلت. وبس يا اخوان، هذا كان الفيديو، حرفيا كان غصب قلبي، ما كنت اريد اصلا ارجع للانتقاد. فاتمنى هاي السالفة تنتهي بالعراق. قول لي شنو رايك بالتعليقات، وها هي.